ما توقعت يجي هاليوم، بس اجى وقت اني جرب الكرك لاول مرة بحياتي. فقبل ما غير رأيي غيرت لبسي وقلت لحالي هالمناسبة بدها مشوار حلو، فكان ضروري ناخد السيارة ونروح على مكان مرتب. حكولي انه الكرك بيختلف طعمه من محل لمحل، فقررت اخد اكتر من واحد وشوف شو الفرق. مريت على اول محل شفته واخدت لي اول كركاية، لك طلعت كاسة صغرونة، حطيتها على جنب وبوشي على المحل الثاني. هذا المحل شكله مثل الابري بس حجم اكسترا عائلي. هون كانت دبل السعر بس اكبر من الاولى. الريحة كانت عم تلعب لعب. الحمد لله بعد 100 لفة لقيت واحد طالع ونزلت بداله على السريع. اخذت لك هالكاستين ورحت على حديقة على البحر اول مرة بجيلها، وتفاجأت بالمكان. الجو كان شي فوق الخيال، فضليت عم بمشي وامشي للقيت مكان حلو نجرب فيه هالكركات. حنجرب اول وحدة لنشوف شو وضعها. وبصراحة مو المشروب اللي ممكن تحبه من اول مرة، بس حسيت هي كانت خفيفة طعمتها وحلوة كثير. بعدها اخذت شفة من الثانية ورأسا مبين معي الفرق. هي تقيلة كتير تقيلة، كانت تقيلة كتير وباين انه فيها كمية توابل للصبح. شربت الكاستين ورحت لكبهم واكتشفت انه مساوين مثل سوق متنقل. ويا سلام انا روح قلبي هالشغلات. ضليت عم بمشي للقيت محل حاطط عنده نظارات شمسية، فهون انا ما حسنت قاوم ابدا. كان عنده تشكيلة غير باقي كل المحلات، فبلشت قيس وجرب بهالنظارات، بس كل وحدة كان فيها عيب شكل لوقت ما طلع لي كم وحدة جداد مو معروضين. وهون لقيت لك وحدة تقول مصممة لإلي، كانت رواقة على الاخير. فاصلته بالسعر قد ما بحسن واخدته. كملت مشاي للقيت محل عارض عنده جزادين مرتبة وانا لازمني واحد ضروري، فقعدت ادور على موديل ما يكون كتير كبير ولا سميك. واكتر واحد عجبني هو هذا، رسمته من برا حلوة واللون كتير عجبني. لك طلع صاحب المحل متابعني. بعدها لقيت محل واقفين عنده كتير ناس، قربت لشوف شو القصة، وطلع ببيع بوظة، بس ما كانت اي بوظة، إلها اشكال والوان بتشهيك تشتريها حتى لو مو مشتهي. ما احسن تقاوم ما اخذ لي وحدة، وبما اني من محبي المانجو فحطيت عيني عليها رأسا، وكان سعرها مو قليل بالنسبة لبوظة، فاخذتها وقعدت بمكان احسن اخذ راحتي فيه واتمزمز فيها. الباكجينج لحاله يمكن مكلف اكتر من البوظة بحد ذاتها، وبتحس كأنك عم تساوي انبوكسينج لشي مهم. واو، على الحقيقة البوظة عن جد تقول انه حبة مانجا كأنه طبيعية 100%. ما طولت لاخذ اول عضة ويا ويلي الطعمة فاجأتني بكل معنى الكلمة. الطبقة اللي برا هي اللي فيها كل طعمة المانجا، واللي جوا فانيليا على مانجا كمان، مع انه بتبين صغيرة بس ما كانت تخلص معي. ضبيت العلبة تبعها ورحت لكبها، وبطريقي شميت ريحة بتشهي وطلعت من هذا المحل شكله بيبيع بطاطا مقلية. الريحة لعبت بعقلي وخلتني اطلب وحدة على الخفيف. ويا سلام حتى طريقة تحضيرها كانت حلوة. واخيرا اجى دورنا ودعملنا اياها بالصوص على الاخير. ما توقعتها تكون بهالحجم، طلعت صاروخ. وهلا اجى وقت نجربها. يا سلام حلاوتها انه مو كتير مقرمشة بس بنفس الوقت محافظة على قوامها، والصوص طعمته غير شكل، فما ندمت ابدا اني اخذتها. جيت للكرك طلعت مفلس. فولو على السريع لانه الجاي نار.